مساء الخير لكل متابعيني. اليوم راح نسوي سمبوسك بحشوة الدجاج، وإن شاء الله غير مرة راح أنزلكم طريقة عمل العجينة مال السمبوسك. بس اليوم أني طبعا قبلها بيوم جهزت العجينة مالتها، واليوم بس راح أحضر الحشوة مالتها. بالبداية نحط الزيت، وراح أكتب كل المقادير تحت الفيديو. نحمر صدور الدجاج، طبعا صدور الدجاج هم مغسول ومنقوع بماي ملح والخل. راح احط البصل، البهارات هم راح اخلي بودرة ثوم وبودرة بصل، زنجبيل، فلفل اسود والكركم، ملعقة كوب ملح. اضيف الكرفس شوية، احركه او ارفعها عن النار. الحشوة صارت جاهزة، وهسه اطفي النار بس يبرد وابدي احشي البورك. نبدي نحشي السمبوسك. طبعا الحشوة حسب الرغبة. راح اطوي اني من هالجهة على شكل المثلث، هيجي بس امسحها شوية بخليط اللاصق من هالجهة. هم صارت على شكل المثلث، هنا هم امسحها. خليط اللاصق عبارة عن ملعقتين طعام طحين و5 ملاعق ماي، والعجينة منزلية. ان شاء الله في يوم راح انزلكم الطريقة على اليوتيوب. سخنت الزيت وراح اعمر السمبوسك.